الاهلي بيفتتح مشواره في الحفاظ على لقب الدوري المصري امام نادي المصري البورسعيدي، مباراه ليها اهميه كبيره جدا واهميه جماهيريه كبيره جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وكلنا عارفين ايه الاسباب بدون الخوض في اسباب. وكمان المباراه هتكون زي ما بقول قويه جدا، لان علي ماهر واحد من المدربين اللي بقى ليهم فعلا اسم داخل الدوري المصري، ويمكن مبارياته دايما قدام النادي الاهلي بتكون فعلا مباريات قويه. ويمكن اخر مباراه خسرها من النادي الاهلي كانت في اخر الدوري، فما اظن ان هو عايز ان هو ياخد بطاره كده زي ما بنقول بالبلدي. وكمان جماهير النادي الاهلي ما اظنش ان هي هتسامح بعد اللي حصل، او ان هي هتقبل خساره تانية بعد خساره لكاس السوبر. لازم كمان لعيبه النادي الاهلي تبقى فاهمه ان دي بدايه الموسم، لازم تدخلها بشكل قوي، ولازم تقول لمنافسينك ان انا موجود وان انا فعلا بنافس على فكره الحفاظ على الدوري. وكمان لازم تصالح جمهورك عن اللي حصل في السوبر، وان انت تقول ان ده ممكن ما كانش يومك، كان يوم بدلك، كان لكن فكره ان انت تخسر خساره تانية وفي بدايه الموسم في الدوري، اظن ان الجمهور مش هيقبل حاجه زي كده. النادي الاهلي طبعا بتغيب عنه اسماء كبيره جدا زي حسين الشحات وكهربا للايقاف، ويمكن كمان امام عاشور يغيب عن المباراه دي لان في مشكوك ان هو في اصابه، محدش متاكد، لكن امام عاشور ان هو يكون في المباراه من عدمه ده شيء او امر مشكوك فيه. زي ما بقول المباراه هتكون قويه جدا في بدايه الموسم للنادي الاهلي، عايز يحافظ على اللقب، عايز زي ما بقول لعيبه النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي عايزين يصالحوا جماهيرهم بعد اللي حصل في السوبر. مباراه لها اهميه جماهيريه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي المصري فكره ان هو يفوز على النادي الاهلي ده شيء اظن برضو ان هو هيكون مهم ليه. فكره كمان علي ماهر ان هو يفوز على النادي الاهلي ده شيء بيعلي من اسمه كمدرب. فمباراه زي ما اظن ان احنا هنشوف فعلا مباراه قويه جدا في بدايه الدوري المصري او في بدايه افتتاحات الدوري المصري.